احنا كنا كام كيلو يا يوسف تقريبا؟ كنا 100 تقريبا 54. ودلوقتي ما شاء الله كام؟ 125. 30 بالظبط ما شاء الله في 3 شهور. 3 شهور بالظبط. أنا كان وزني قبل العملية وصل لحد 100 كيلو، حاليا وزني بعد 6 شهور 77. احنا ما شاء الله خاسين تقريبا 40 كيلو، حاجه 40 كيلو في 6 شهور. الحمد لله الحمد لله. احنا كده بقالنا قد ايه عاملين العمليه؟ سنة. كنا كام كيلو تقريبا؟ كنا 120. ما شاء الله. ودلوقتي 81 تقريبا خلاص فاضل 10 كيلو بس على المثال. هانت. احكي لنا بقى يا يوسف، ايه مشاكلك تجربتك مع العمليه؟ لا الحمد لله مفيش مشاكل، اتحسنت للاحسن كمان. كنت الاول قبل العمليه دي كنت يعني حياتي كلها زي بائسه كده، كان موضوع هدوم وكان موضوع رياضه وكان موضوع معلش كل حاجه بتتعبني، مش حاسس ان انا مبسوط زي دلوقتي خالص. يعني دلوقتي كل حاجه اتحسنت كلبس وكصحيا، كل حاجه من جوايا بقت احسن دلوقتي. طبعا حياتي فرقت كتير الحمد لله، صرت اقدر اتنفس اتحرك براحه من غير تعب، في نشاط اكثر. لما ادخل اشتري ملابس لا ادوني مقاس اصغر، فالنفسيه طبعا تغيرت كتير. موضوع العمليه والحركه وان انا المفروض اتحرك بس انا ما كنتش بتحرك كويس، وفي نفس الوقت كان بيبقى عندي مشكله في النفس وانا نايم. بس الحمد لله الموضوع دوت طبعا بعد العمليه اختفى تقريبا يعني الحمد لله الحمد لله. وابتديت اتحرك اكتر من الاول، لسه واحده واحده بتتحرك، بس الاجمالي احسن من الاول بكتير طبعا. وفي نفس الوقت النفس والنوم والكلام ده لا، بقيت على طول. مفيش كانت والدتي تقول لي لا انت بتعمل صوت وانت نايم او مش عارف تاخد نفسك، بصحى شرقان ان انا مش عارف اخد نفسي. لا دلوقتي الموضوع اتحسن بطريقه رهيبه يعني الحمد لله. يعني اكتر حاجه كانت مضايقاكي بسبب الوزن واتغيرت بعد العمليه؟ سني ولبسي فرقوا جامد. فرقوا جدا. يعني انا كل يشوفني دلوقتي يقول لي انت اخوات العيال، ما ما حدش شاء يقول الله. لي لا يقول لي لا مش متجوزه. اللبس بجد فرق من 4 اكس لارج لبقيت لارج، وساعات بلبس ميديوم. طيب ما شاء الله. ما شاء فدي الله. بجد مش قادره اقول لك انا مبسوطه منها قد ايه.